احساس انك تكون بتتمنى حاجة فعلا من قلبك وتكون بتجذبها ليك، بس كل ما تقرب منها تبعد؟ كأنك بالظبط ماشي في طريق وكل ما تقرب من الهدف الطريق يعكس. ده بقى بالظبط اللي بيحصل لما قانون الجذب يشتغل ضدك بدل ما يكون في صفك. في الحلقة دي هنتكلم عن الظاهرة الغريبة دي وهي الجذب العكسي، واللي طلبتوها في الكومنتات قبل كده. ونقدر نعتبر ان الحلقة دي تكملة لحلقة اكتشف سر قانون الجذب وأثره على حياتك، واللي هتظهر هنا على الشاشة. حاول تدخل تتفرج عليها علشان هتفرق معاك جدا مع الحلقة دي، وتقدر بيهم هما الاتنين بعون الله توصل لأي حاجة انت نفسك فيها، وده عن تجربة شخصية. طيب خلينا بقى نرجع للحلقة ونعرف ليه الجذب العكسي ده بيحصل، وازاي ناخد بالنا من أفكارنا اللي ممكن تكون بتبعدنا عن أحلامنا. حلوة القافية دي، خليك معايا عشان هنكتشف سوا سر من أسرار وخبايا العقل الباطن، ونشوف ازاي هنقدر نوظف الجذب لمصلحتنا مش ضدنا. النية يا صديقي بتخلق الواقع، بس مش أي نية. كل مرة احنا بنفكر في حاجة احنا عايزينها العقل بيسمع، بس مش بيسمع بالكلام، بيسمع بالإحساس. يعني لو بتقول أنا عايز أنجح بس من جواك انت في حتة صغيرة كده حاسة بالفشل، الكون مش بيستقبل النجاح، هو بيلقط مشاعر الخوف وبيبدأ يشتغل على موجتها. وده بقى اللي بيسموه علماء النفس الارتباط العاطفي السلبي بالرغبة. أنا عارفة إن الكلام مجعلص شوية، بس ركز معايا وأنا هشرح لك. حاجة انت عايزها بس خايف منها اكتر. ببساطة الارتباط العاطفي السلبي ده بيخليك مشدود عاطفيا ناحية رغبة معينة بس بشكل سلبي، بطريقة ممكن تخليك تحس ان حياتك او سعادتك مش هتكمل الا لما تحقق الحاجة دي. وده يا صديقي بيحصل لما بيكون عندك توقعات مثالية للهدف. يعني من كتر ما انت مركز على حاجة معينة ومن كتر ما نفسك فيها ما بتبقاش قادر تشوف اي حاجة تانية في الدنيا غير الرغبة دي، وده طبعا بيسبب لك توتر وقلق نفسي. والقلق ده بيخلق جواك خوف فظيع انك ما تحققش الرغبة دي، وللأسف الخوف ده بيخلينا دايما نتوقع الأسوأ. ولو شفت الحلقة اللي فاتت هتعرف ان الافكار والتوقعات السلبية بتجذب دايما لينا الحاجات السلبية. مفهوم الارتباط السلبي بالرغبة كمان يا صديقي بيحصل بسبب اننا بنبقى متعلقين اكتر بالمستقبل، وبنبقى مستنيين ان المستقبل ده هو اللي يحقق لنا السعادة والرضا في حياتنا، وبالتالي ده بيخلينا نبطل نستمتع باللحظة اللي احنا فيها دلوقتي، ودايما بنأجل سعادتنا ورضانا للمستقبل. طيب انت اكيد بتسأل نفسك دلوقتي ايه علاقة كل الكلام ده بالجذب العكسي وانه يخليني ما اقدرش احقق اهدافي؟ بص يا صديقي، أكيد كلنا مرينا بفترات كان نفسنا فيها في حاجات كبيرة، شغل، حب، صحة، شهرة، حاجات كتير، وبدل ما تتحقق كان بيحصل العكس. والسبب إيه بقى؟ إننا بنمسك في الرغبة دي بلهفة جدا، كأن حياتنا كلها واقفة عليها وبننسى نستمتع بالرحلة. وده بقى يودينا لنقطة مهمة جدا جدا، يمكن تكون من أخطر الحاجات اللي بتواجه الناس اللي بيحاولوا يحققوا قانون الجذب في حياتهم، وهي إنك في الحالة دي العقل الباطن بيترجم ده إنك في حالة احتياج. طب إيه المشكلة لما أكون في طاقة احتياج؟ مش ده هيخليني أسعى أكتر عشان أحقق اللي أنا عايزه؟ وهنا أقول لك لا يا صديقي، ثانية واحدة عشان انت كده بتعك الدنيا. طاقة الاحتياج للأسف الشديد بتولد طاقة نقص. يعني ايه يا ياسمين الكلام ده؟ يعني ببساطة لما تكون مشاعرك كلها جاية من مكان فيه احتياج شديد، كأنك بتقول لنفسك وللكون أنا ناقص، أنا مش عندي، أنا محتاج عشان أكمل. الطاقة اللي بتبثها في الوقت ده مش طاقة وفرة ولا طاقة امتنان ولا طاقة بتقول بيها للعالم أنا استحق، دي بتكون طاقة نقص وحرمان. الموضوع ده محتاج إن احنا نعمل حاجة نشربها ونكمل اكتر بتركيز. يعني تخيلي ان في واحده صاحبتك دايما بتفكر وبتقول لنفسها انا محتاجه حد يحبني عشان احس بقيمتي، سواء بتقول الكلام ده لنفسها بشكل مباشر او الكلام ده جوه عقلها ومش بتصرح عنه بس هي عارفه ان ده موجود جواها. هنا بقى النيه دي بتبعت اشاره للعالم انها مش مكتفيه بنفسها ومش حاسه بقيمتها، وبالتالي بتجذب مواقف او علاقات بتاكد على الاحساس ده بالنقص. من منظور علم النفس يا صديقي بيقولوا ان الشخص اللي بيتصرف من دافع الاحتياج الشديد بيكون غالبا بيدور على تعويض مشاعر داخليه زي نقص الحب او ضعف التقدير الذاتي او خوف من الهجر. امال نعمل ايه يا ياسمين؟ هنا بقى هنتكلم عن عكس طاقة الاحتياج، وهي طاقة الوفرة. لما تبقي عارفة قيمتك ومكتفية بنفسك وحاسة بالسعادة حتى من غير تحقيق الحاجة دي، الطاقة اللي بتخرجيها بتكون طاقة هدوء وثقة واستحقاق، وهنا بقى تبدأ الجاذبية الحقيقية. طب نعمل ايه لو لقينا نفسنا بنفكر من منظور احتياجاتنا غصب عننا؟ هقولك على تمرين بسيط كده تعمله لو لقيت نفسك ماشي في سكة الاحتياج دي ومش قادر تخرج منها. كل ما تلاقي نفسك بتفكر بطريقة انا محتاج كذا علشان احس بكذا، بدله بفكرة ان انا ممتن على وجود كذا وكذا في حياتي، انا واثق ان الافضل جاي ومش لازم استعجل. كده انت بتقلل طاقة الاحتياج وبتبدلها بطاقة سلام داخلي، وده فعلا اللي بيخلق تغييرات قوية في حياتك. كفاية قهوة بقى وخلينا نتكلم في الكلام العلمي.
الدراسات بتقول ان الدماغ بيشتغل على مستويين، العقل الواعي اللي بيحدد الهدف، والعقل اللاواعي اللي بيصدق الاحاسيس وبيتحكم في التصرفات من غير ما ناخد بالنا. يعني لو بتقول انا واثق بس جواك صوت صغير قد كده بيقولك انا مش كفايه، العقل اللاواعي هيصدق الصوت الصغير اللي قد كده. عشان كده كتير من الناس بتجذب العكس، مش علشان القانون فاشل، لكن عشان هم مش متوافقين داخليا مع اهدافهم. وهنا لازم نحدد نقطتين مهمين جدا لاي حد بيقول ان قانون الجذب ده فاشل. عارف ليه الموضوع بيحصل معاك؟ عشان انت بتعمل حاجتين اقل وصف ليهم ان هم كوارث، وهما انك اول حاجه بتتعلق بالهدف قوي. الله، طب ما ده كلام متناقض، مش انت قلتي لازم نتعلق بالهدف عشان نعرف نحققه؟ وهنا اقول لك لا يا صديقي، قانون الجذب مش بيقول لك تتعلق بالهدف نفسه. القانون اساسا معمول عشان تحس بالامتنان والشكر للحاجات اللي معاك دلوقتي، فطاقه الامتنان دي تتحول معاك لطاقه جذب للحاجات اللي انت عايزها. انت لما بتمتن وبتفتح عقلك لكل النعم اللي عندك دلوقتي، ده بيفتح باب لقلبك ولعقلك ولطاقتك انه يدور على طريقه يحقق بيها الحاجات اللي نفسه فيها. تاني كارثه بقى الناس بتعملها وهي مش حاسه، هي عدم الاستحقاق. انك تبقى نفسك في الحاجه قوي بس في حاجه جواك بتقولك لا مش هتعرف، لا مش هتقدر. للاسف كل واحد فينا بيحس من جواه الطاقه دي لو كانت موجوده. فالحل بقى انك اول ما تحس بالطاقه دي تقفشها كده، ونبدا بقى نشتغل على المايند سيت بتاعنا، ونبدا نشتغل على فكره انك تستحق الحاجه دي، بدل ما نشتغل على فكره انك عايز الحاجه دي وخلاص، بدل ما تحاول تدخل جوه عقلك الباطن وتعدل افكارك. طيب نيجي بقى للسؤال المهم واللي كنتوا مستنيين الحلقه عشانه. انا عايز انجح فعلا في استخدام قانون الجذب، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، في شويه لوازم كده لازم تعملها. يعني ايه؟ يعني لازم تراقب مشاعرك قبل افكارك. زي ما قلت لك قبل كده، لو حسيت بحاجه جواك بتقولك انت ما تستحقش، دي اول حاجه لازم تشتغل عليها. لازم كمان ما تتعلقش بالنتيجه، يعني ما تبقاش كل افكارك ماشيه في سكه ان الحاجه دي لو ما اتحققتش يبقى كده حياتك باظت. لازم كمان تعيش كأن الهدف ده اتحقق بالفعل، وتحس بالامتنان كده كأن الحاجه دي في جيبك. واخر لازم معانا بقى انك لازم تشتغل على نفسك. عارفه انه كلام متكرر وناس كتير بتقولهولك، بس صدقني انت فعلا محتاج تشتغل على نفسك بدل ما تفضل تجري ورا الهدف وانت مش محدد هتجري وراه ازاي. طب اعمل ده ازاي؟ هقولك شويه خطوات. لما تصحى الصبح اسال نفسك انا النهارده هعيش ازاي لو حققت هدفي، وابدا يومك على الاساس ده بدل ما تفضل في حاله ترقب وخوف ان الهدف ما يتحققش. في النهايه يا صديقي لازم اقولك كلمتين تخليهم حلقه في ودنك. الكون مش بيشتغل بامنياتنا، الكون بيشتغل بطاقه قلوبنا. لو قلبك مليان شك هتعيش في شك، لكن لو مليان يقين صدقني هتشوف العجائب. والجذب العكسي مش لعنه، لكن هو مرايه بتكشف لك ان جواك حاجه محتاجه تتصلح قبل ما تحقق الهدف اللي انت نفسك فيه. لو الحلقه دي لمستك قول لنا في الكومنتات ايه الحاجه اللي انت بتحاول تجذبها بس مش راضيه تيجي معاك، وخلينا نساعد بعض نوصل للي احنا عايزينه بنفس صافيه وطاقه حقيقيه. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابع كل جديد. باي.